قلت ايه يا امي؟ يا فكري يا ابني، هو انا في ديك اليوم اللي اشوف فيه ابني وحيدي متهني في بيته مع عروسته؟ ربنا يخليك، وانت برضو هتبقي ست البيت، وكلنا هنبقى تحت امرك وطوعك. ربنا يسعدك يا ابني. خلاص، انا همشي في الموضوع واخلي الاستاذ علي فاتح المدير وتروح تشوفيها، فاذا وافقتي وعجبتك تخطبيها. ويا ترى بعد ما تتمم كل حاجه ناوي تسيبني وتعيش بره؟ اسيبك ازاي؟ بقولك انت هتبقي ست البيت واذا حصل نصيب هتيجي هي تعيش معانا هنا في البيت، وهي هتلاقي بيت زي بيتنا. أستاذ فكري. أيوة. سوسن بنت أختي أمانة في رقبتك، دي عمرها ما اتبهدلت، أنا مربيها من يوم ما اتولدت بعد وفاة المرحومة أمها، خد بالك منها. طبعا يا أستاذ مرسي، سوسن هتبقى مراتي وأختي وبنتي وأمي وكل حاجة. لا أمك لا، أولا هي لسه صغيرة، ثانيا الوالدة بعدين تزعل. أزعل من إيه يا أستاذ مرسي؟ سوسن هتبقى هي الكل في الكل هنا، البيت بيتها تعمل فيه زي ما هي عايزة. لا يا أمي، ده بيتك أنت واحنا كلنا هنبقى في خدمتك. ما تقوليش كده. الله، ايه يا استاذ علي، هتفضل ساكت كده على طول؟ في الحقيقة أنا الفرحة مخلياني مش عارف أتكلم. مين كان يتصور إن فكري ابنك يتجوز؟ لا، ويتجوز مين؟ الأميرة بنت الأمراء. شكرا يا أستاذ علي، شكرا. في الحقيقة أنا وافقت أديله البنت لأني واثق من أخلاقه وسلوكه. شكرا. وبإذن الله مش هيخيب ظنك. الله، ايه احنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ مش نسيب العروسين بقى؟ طبعا يلا بينا يا جماعه. وانا كمان خدني معاك في سكتك يا استاذ علي. ياخدك فين يا امي؟ هو ده الاتفاق. هروح اقعد عند خالتك كام يوم كده. لا مش ممكن. الوالده عندها حق يا فكرة. مش كده يا استاذ مرسي؟ طبعا. يلا بينا، سلام عليكم ومبروك مره تانية. انا خارج بقى يا سوسن. الفطار جاهز اهو. معلش باكل اي حاجه في المكتب، قدامي مشوار طويل. سلام عليكم. ايه يا ابني، الله كده من غير ما تغير ريقك؟ معلش اصلي اتاخرت قوي. طب يا ابني مع الف سلامه. اجيب الفطار يا خالتي؟ لا، الفطار ايه ده، انا من بدري شربت الشاي وفطرت، ده انا صاحيه من الفجر. وانا زيكم عرايس ناموسيتي كحلي. عرايس ايه بقى يا خالتي، ده احنا دخلنا على 3 سنة اهو. ايوه صحيح، شوف ازاي الايام بتمر، دول فاتوا كانهم 3 ايام. ان جيتي للحق يا اختي، انتي مش محسساني انك حماتي، وفكر الحمد لله مهنيني ومش مخليني محتاجه لاي حاجه، ربنا يخليكم. الا قولي لي يا بنتي، انت كده يعني بصراحه ربنا مش حاسه انك ناقصك حاجه؟ ابدا يا خالتي. ايه، ولا حته عيل كده يملي علينا البيت ويقول لي يا جدتي؟ فكري هو اللي مالي عليا البيت يا خالتي. ايوه، بس كل ست برضه تتمنى انها تشوف ولادها حواليها لما يأذن ربنا. اوعي تكوني مانعه يا بنت الخلف. انا حد الله يا خالتي. اللهم ايه الحكايه، انت مش شايفه انها طولت شويه؟ كله باذن الله. يعني ما جبتيش سوسن معاكي يا ام فكري؟ ان جيتي للحق يا اختي هي كانت عاوزه تيجي، انما قلت لها خليك انت عشان تجهزي الغدا الفكري. ها، وهي اخبارها ايه؟ في انه شهر دلوقتي؟ الظاهر يا اختي انها منع الحمل وما بترضاش تقول. منعه؟ ده حتى حرام. وانت يا اختي ازاي توافق؟ مين قالك بس ان انا موافقه؟ يا اختي ابنك كبر دلوقتي ولازم له عيل ولا 2 يربيهم وهو لسه بصحته وعافيته، وكمان انت يا اختي تتمتعي بولاد ابنك. اهو كل ما اتكلم معاها تقول لي كله باذن الله. ونعم بالله يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هات عنك يا اخويا هات. لا اقعدي عشان افرجك انا جايب لك ايه انت وامي. الله، امال هي فين؟ راحت لخالتك. على العموم نخليها لها مفاجأة لما تيجي. شوفي يا ستي، شوفي. ايه رأيك بقى؟ دول عشانك انت. الله، حلوين قوي يا فكري، تسلم ايديك، تعيش وتجيب. ودول بقى عشان امي. عارفه يا سوسن، وانا بشتري القماش ده علي قال لي ايه؟ قال لك طبعا انهم حلوين قوي. لا ابدا، افتكرني هجيب هدوم لولي العهد. هو انا بايدي يا فكري؟ هو انا اكره ان انا يكون ليا ولاد؟
ده انا بحلف بحياتك يا فكري. انا عارف يا سوسن، عارف. هو في ست في الدنيا ما تتمناش يقولوا لها يا ام فلان؟ لكن اعمل ايه؟ على العموم ما يكونش عندك فكره يا سوسن. بكره باذن الله الناس هتقول لك يا ام فلان وفلان وفلانه كمان لغايه ما تزهقي منهم. ربنا يعمل اللي فيه الخير. مش عارفه اعمل ايه يا خالي. 6 اشهر دلوقتي وانا بسمع كلام زي السم، شويه من امه وشويه من خالته. هو يعني كان بايدي؟ ما تضايقيش نفسك يا بنتي، المهم هو رايه ايه. هو اذا كان عليه هو ما بيتكلمش خالص في الموضوع ده، انما انا حاسه انه عاوز يقول حاجات كتير لكن مش قادر ومش عاوز. ازاي؟ مش قادر يعارض حكمه ربنا ومش عاوز يجرح احساسي ولا يزعلني. يبقى خلاص المهم جوزك، سيبك بقى من كلام اي حد تاني. ازاي بس؟ ده انا عايشه معاهم تحت سقف بيت واحد. كفايه ان جوزك ما اتغيرش من ناحيتك. دلوقتي ما بيرجعش البيت الا بالليل خالص، ولما اساله يقول لي انه كان مع الاستاذ علي في القهوه اللي في البندر كده. طب عموما انا هتكلم معاه. خالي ارجوك ما تجيبش سيره اني قلت لك حاجه. اطمني يا بنتي اطمني. الساعة بقت 9 يا فكري وعاوزين نلحق آخر أتوبيس يودي البلد. احنا قاعدين يا علي، يعني وراك ايه؟ ورايا بيتي وعيالي، إنما أنت فاضي يا عم؟ لا مسؤولية ولا عيال ولا يحزنون. يا علي الكام ساعة اللي بقعدهم في البيت بيحطموا أعصابي، شوية من أمي وشوية من خالتي، منكدين عليا عيشتي عشان الخلفة. ومراتك عاملة إيه؟ عايشة في نار هي أخرى، مش قادرة تتكلم. ببص في عينيها بلاقي كلام كتير عاوزة تقوله ومش قادرة. هي بس ذنبها ايه؟ طيب ما تشوف لك حل معاه. استغفر الله العظيم، اوعى تكمل. اكمل ايه؟ انت فهمتني غلط. انا قصدي تعرضها على دكتور. والله فكرة، بس انت عارف ان الدكاترة اللي هنا يعني مش هم، ما اقدرش انزل بيها مصر لان الحكاية عايزة مصاريف كتيرة وما باليد حيلة. كل عقدة وليها حلال. اسمع، الاول تعرضها على دكتور الوحدة الصحية، ونحتاج الامر تروح بيها على مصر. سافر وساعتها تتدبر يا فكري. انا رحت زرت خالي النهارده يا فكري، لما لقيتك اتاخرت ووالدتك عند خالتك قلت اروح اشوف. ما انت عارف انا بقالي مده ما شفتوش. ايه ما بتردش عليا ليه؟ في حاجه مضايقاك؟ ابدا يا سوسن، انا يعني كنت بقول انت زعلت علشان رحت له من غير ما اديك خبر؟ لا ابدا. طب احط العشاء؟ انا اتعشيت على القهوه مع الاستاذ علي. اتعشي انت. ما انت عارف ان انا ما بتعشاش لوحدي من يوم ما اتجوزتك. معلش النهارده بقى اتعشي لوحدك. الله، جرالك ايه يا فكري؟ انت ما بتكلمنيش زي عوايدك يعني. اصل في موضوع كده، موضوع يعني عارفه يا فكري. يبقى ما فيش داعي اكمل كلامي. لا كمل، واللي تقوله انا موافقه عليه. اصل الاستاذ علي قال لي على فكره كده يعني. ايه هي؟ اننا نروح لدكتور الوحده الصحيه عشان يعني يشوف لنا حل ويمكن الفرج يجي على ايديه. قلتي ايه؟ اللي تشوفه يا اخويا. يا فكري في ايه يا علي؟ سيب اللي في ايدك وروح للاستاذ مرسي حالا. حاضر، اللهم اجعله خير. خير باذن الله، شغلنا تمام التمام. يلا بس شوفوا عايز ايه. ادخل اقعد يا فكري. هي قول لي ايه اخبار سوسن؟ عالي العال. ليه هي اشتكت لك من حاجه؟ لا ابدا، انت شاب كويس وانا متاكد من كده، لاني لما وافقت انك تتجوزها كنت واثق انك هتراعيها وتخلي بالك منها، وهو ده اللي حاصل. سوسن يا استاذ مرسي مالي علي حياتي كلها. انا واثق من الكلام ده، بس يعني بسأل، انتوا ما اشتقتوش للاولاد؟ اشتقنا طبعا، هو في حد في الدنيا ما يحبش يكون له اولاد؟ طب ومستنيين ايه؟ مستنيين لما تعجزوا؟ ابدا، كل شيء باوانه. بس انتوا بقالكم 3 سنين متجوزين وما حصلش حاجه، جايز يعني تكون في موانع، والموانع دي محدش يقدر يعرفها، لا انا ولا انت. انا برضو قلت كده واتفقت مع سوسن على كل حاجه. على ايه؟ على اني اعرضها على دكتور الوحده، وان ما جابش نتيجه لا قدر الله يعني ابقى اشوف دكتور تاني ولا اسافر بيها على مصر. عين العقل، وانا هكلم طبيب الوحده بنفسي عشان يعمل اللازم. اهلا يا فكري، اتفضل. ازيك يا ابني وازاي صحتك؟ الله يحفظك يا خالتي. امال فين امي؟ جوه يا ابني، اقعد لغايه ما اندهالك. لا ده انا جايه اهو. ازيك يا فكري يا ابني؟ ايه يا امي، هتفضلي قاعده كده عند خالتي؟
ما اشتقتيش لابنك ولبيتك؟ ده حتى ما يصحش. سوسن تقول ايه؟ تقولي اللي تقوله. خايف على